بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة بقى علشان خاطر عيون بنوتة قمر. قالت لي كلميني عن المفروشات او بند المفروشات في جهاز العرايس، وده بند مهم جدا وبياخد مبالغ كتير وتفاصيله كتير قوي، فان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. وانا نزلت ولقيت بصراحة انه يعني المفروشات كتير قوي، وبجد بجد ربنا يكون في عون كل بنوتة بتجهز نفسها او ام بتجهز بنوتتها. عملت قومت بقى سراير وفوط ومفارش وبطاطين، تفاصيل كتير قوي بصراحة. هنبدأها بالفوط. الفوط طبعا من الحاجات المهمة قوي، وفي منها في المحلات والمولات هتلاقي انواع كتير، وطبعا الاسعار بتتفاوت يعني. بتلاقي علب فيها من اول 3 فوط لحد 6، كل حاجة ونوعها وكل حاجة مستوردة او مصري. القطن طبعا احسن حاجة ممكن تجيبيها. في نوع برضو اسمه السروجي برضو، ده حلو، الفوط بتاعته حلوة. في طبعا انواع كتير قوي يعني، بس انا بفضل انه الفوطه ما يكونش فيها تطريز كتير او ما يكونش فيها شغل كتير، لانه في الاول وفي الاخر فوطه يعني هننشف بيها، ف يفضل انه يكون فيها يعني تطريز خفيف، او يكون حاجات اللي هي بالخيوط كده، او حاجات تكون ما تكونش بارزه يعني قوي، او تطريز كتير اوفر يعني. وبيكون في طبعا علب 6 قطع، وفي 5 قطع، في 4 قطع، في 3 قطع زي ما تحبي. وفي طبعا عندنا طقم البورنوس، ده بيتباع برضو كده في علبة للعريس والعروسة، وبيبقى معاه فوط كمان جوه العلبة. ده برضو من الطقمة اللي بتبقى برضو موجودة في المحلات جاهز العرايس، ده برضو من ضمن بند الفوط. دي من الحاجات برضو اللي ما تنساهاش. الطقومة وما أدراكم ما الطقومة وأسعارها دلوقتي، هي غليت قوي طبعا. الحاجات اللي هي الخامات الحلوة، الخامات النظيفة، في بيبدأ طبعا من 500 600 وانتي طالعة بقى لحد يعني 1000 1000 ونص، يعني على حسب الخيمة وعلى حسب النوع، وبرضو مستورد ولا مش مستورد. وبجد بجد الألوان تحفة قوي، وزي ما انتوا شايفين بجد الحاجات مبهرة قوي وحلوة قوي وتفتح النفس يعني. و دي من ضمن برضو الحاجات اللي شفتها في المحلات. وبرضو الطقومة يعني ممكن نجيب يعني 8 يعني 8 طقم حلوين قوي. وفي عندنا هنا الملايات برضو، ما ننساش الملايات. بحب قوي الملايات اللي هي البيضة دي، بتبقى حلوة، او اللي هي الفاتحة. وفي الملايات اللي هي بتبقى باستك، دي بتبقى بتتلبس كده اسمها ايه، المرتبة برضو بتبقى حلوة. دي ممكن تجيبي 2 3 منها، برضو في منها سادة ومشجر. وهنا عندنا برضو الطقومة بتاعت الأطفال، في ناس بتحب تجيبها في الأول وفي ناس لا، فبرضو براحتك، ممكن تجيبي طقمين 3 برضو. في برضو أشكال وأنواع كتير قوي. ندخل بقى على اللحافة. اللحافة من الحاجات برضو المهمة، ممكن تجيبي لحافين 3، كل واحد على قد مقدرته يعني. في أنواع كتير، في الستان، وفي اللي ظهره بطانية، وفي في القطن. برضو الأسعار متفاوتة. وفي بقى يعني بيبدأ من 500 600 لحد 1000 ونص أو 2000 كمان. فبرضو شفت منه أنواع كتير قوي، بجد بجد اللي بينزل بيبقى محتار ياخد ايه يعني ولا ايه. دي من الحاجات القطن اللي أنا شفتها برضو عجبتني.
وفي بقى اللي هو اللي انتوا شايفينه ده ظهره ستان وظهر بطانية. وفي كمان عندنا البطاطين. طبعا البطاطين من الحاجات المهمة جدا. لازم برضو تجيبي حاجة، طبعا هي بتبقى بالكيلو او بيبقى في طبقة واحدة او طبقتين. ممكن تجيبي 2 مثلا، طبقة واحدة، وتجيبي واحدة تقيلة للجو بقى الشتاء وكده. دي المفارش بقى القمر قوي اللي بتتفرش برضو العرايسي، دي جميلة قوي بجد. في منها الستان وفي منها القطيفة، بتبقى بالشكل ده بجد حلوة قوي على السرير، بتبقى مبهرة قوي. ودي حاجة كده زي الدرابية. وفي كمان عندنا كوفرتات برضو ما ننساهاش. الكوفرتة برضو من الحاجات المهمة قوي، وفي منها اللي هي الفايبر، وفي القطن. وفي كمان عندنا اللي هي الدفايات بقى اللي هي بتتفرش فرداني كده في الشتاء، بتتفرش بديلة للملايات يعني، بتبقى حلوة قوي بتدفي برضو. هو بصوا يعني انا على قد ما اقدر جبت شوية حاجات كده، تفاصيل من المفروشات اللي العروسة بتحتاجها. ولو نسيت حاجة سامحوني واكتبوا لي في الكومنتات. وربنا يقوي كل بنوتة يا رب، ويسعدها ويملى بيتكم يا رب بالحب والخير. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.